السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله من ستوكهولم السويد. دابا حنا غاديين في الطريق، غادا نقطعوا هذا الجسر باش نمشيو لكاملاستان المدينه القديمه. الصراحه عندهم المدينه نقيه بحال الشانطي، راسمين فيه البلاصه ديال البسكليتات وبلاصه ديال الراجلين والبلاصه ديال الباص والبلاصه ديال الطوموبيلات. المهم منظمين، تيحترموا بزاف الاشارات المرور، واخا يكون الشانطي خاوي حتى تيشعل لهم الضوء الخضر عاد الراجلين كيدوزوا. وبالنسبه للطوموبيلات حتى هما تيحترموا الراجلين بزاف، تيخلوهم يدوزوا الا كان شي بلاصه ما فيهاش الضوء الاحمر. المدينه عندهم هادئه وما كتسمعش داك الصداع ديال الطوموبيلات والكلاكسون وداكشي، لحقاش عندهم ممنوع الكلاكسون. قطعنا الجسر وصلنا لكاملاستان. هذه كنيسه طلينا عليها ولكن ما دخلناش ليها، غير طلينا لقينا فيها الناس. عندهم بزاف ديال المعالم التاريخيه. هذه هي المدينه القديمه، فيها الدروبه ضيقين كيف ما كتشوفوا في الصوره. هذه اللي كتبان من هنا هي ملاهي غرونالاند، أقدم ملاهي في ستوكهولم. تفتحت عام 1883 في جزيرة ديورغاردن. بالنسبة للناس اللي بغاو يمشيو ليها من كاملاستان يقطعوا من هنايا في الباطو أو يمشيو في الحافلة السياحية كدوز من قدامها. المهم كيف قلت لكم هاد البلاصه راه جينا لها غير على رجلينا، ومن بعد عاد شدينا الحافله السياحيه كيف ما شفتوا في الفيديوهات الاخرين. بالنسبه لجوجل مابس ما كانش خدام لينا مزيان، كان كيوضرنا، كنا كنقلبوا على المطعم حلال وكان كيدينا لشي بلايص ما فيهمش حتى شي مطعم، يمكن كان تيقربنا لهذيك البلاصه. المهم ما خدامش صافي. المهم كيوضرنا، بقينا كنقلبوا حتى لقينا واحد المطعم ديال واحد تركي اللي فيه الاكل الحلال، هو اللي كنا كناكلوا عنده. هاد الشارع فيه بزاف ديال المحلات اللي كيبيعوا حلويات سويديه وشوكولا، كيبيعوا بزاف ديال الحوايج، ولكن انا كنفضل نشريو من المول او من سوبر مارشي، كيكون ناقص شويه في الثمن. هنا كيكون شويه غالي.
كملاسطان اللي هي المدينة القديمة كيكون فيها بزاف ديال السياح كيف ما كتشوفوا، كتكون عامرة، كيجيو يشوفوا المعالم وكيشوفوا بزاف ديال الحوايج فيها صراحة ما يتشاف. دايرين بزاف ديال الاماكن فاش يجلسوا الناس باش ما يعياوش ويقدروا يتسهراو بزاف. عندهم هاد العودان هادو اللي يكونوا قدام من الصناعة التقليدية ديال السويد، كيكونوا شوية طالعين في الثمن. بالنسبة للناس اللي كيخافوا يجيو السويد ويخافوا من العنصرية، أنا الحمد لله ما تعرضت حتى شي موقف عنصري. حتى أنا من قبل كنت خايفة وداكشي اللي كنسمع في التواصل الاجتماعي، الحمد لله ما تعرضت حتى شي موقف عنصري. في الشارع كيبقاو يشوفوا فيا الناس، بعض الناس ماشي كلشي، وكاينين بعض النساء العربيات اللي دايرين الحجاب وكيتمشاو عادي، وكاينين اللي زايدين هنا في السويد وكيديروا الحجاب والحمد لله تيمشوا بالاريحيه، ما كيخافوا من حتى شي حاجه الحمد لله. بعض السويديين كيبقاو يشوفوا، ولكن غير ما يأذونيش انا ما عنديش مشكل، ولكن كتبقى بلادك هي افضل واحسن بلدان العالم. من هنا كنشوفوا الكنيسة، احنا بعدنا عليها شي شوية، هي الكنيسة كنشوفوها من هنا، وكنشوفوا هاد المعالم التاريخية ما شاء الله. المدينة القديمة صراحة فيها ما يتشاف. شوفوا هاد المنظر كيفاش كيبان ما شاء الله. هادي قنطرة، كنت كنتمنى نلقى شي مسجد هنايا في هاد الجزر اللي مشينا ليهم، ولكن ما لقيت حتى شي مسجد. هو غادي يكون يعني ضروري كاين بزاف المساجد في ستوكهولم، ولكن البلايص اللي مشينا ليهم ما كانش فيهم. هنا كنتسناو باش يشعل الضو الخضر، واخا الشانطي كيكون خاوي خاصو حتى يشعل الضو الخضر، عاد نقطعو بحالنا بحال الناس. وصلنا للنهاية ديال الفيديو، ولا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من اللايك ومن الاشتراك في القناة، وشكرا.